انا بقول بقى نقطة، انما النقطة دي كانت سبب الى انه ناس كتير جدا غرقانة في حالة اكتئاب ومش عارفة تخرج منها. ليست بسبب امر ظاهر بالنسبة لهم، ولكن انا بقول لك لما اجي اشوف حد عنده اكتئاب دون ان يظهر سبب خالص، تقعد تدور مفيش، اقول له طب تعالى نشوف يومك حياتك ماشيه ازاي، فلاقي في حته فيها غلط، حته فيها ذنب لكن مستمر عليها، في اعتياد عليه. حد بيشرب حاجه، حد بيعمل حاجه، حد مش عارف ايه، في ذنب معين، فيقول لي ما انا بعمل كذا كذا كذا، بس اوعى تربط لي ده بحاله الاكتئاب اللي انا فيها، لانه ده كده انت كده ما ينفعش. فاقول له طب ليه ما اربطش ده؟ ما هو ده سبب مسبب الى انك تكون مكتئب. لا ده ملوش علاقه ابدا. اقول له ليه؟ يقول لي ما انا في عندي ناس كتير صحابي بيعملوا نفس وحياه ومزاجهم عالي قوي ومبسوطين وربنا كرمهم كمان. ويقول لي لا ده ربنا كرمه وعنده واحد مثلا انا بعمل حاجه غلط، انا بسرق، ما انا عندي صاحبي بيسرق وربنا كرمه والدنيا. فاقول له بس ده اصل الجهل، اصل جهل البني ادم بنفسه، لانه علامه على انه ربنا بيحبك، انه يخليك مش مرتاح، تراجع نفسك، علامه على انه ربنا مش عايزك تستمر. انا لسه كنت بقول قبل الفاصل، لما انسان يكون عايز يعمل ذنب، وليكن واحد نزل يسرق، لو اتعطلت في المره الاولى هيراجع نفسه. يا سيدي جرب يعملها مره كمان، لقاها ما مشيتش وهو متضايق ومتأزم، هيعملها تاني، هيقول لا خلاص الرساله بالظبط. اما اذا كان جه يعمل العمليه، جه يسرق، لا الدنيا سلكت وعدت وبقت حلوه واتبسط ولقى الخزنه مفتوحه والكاميرات ما جابتوش ومش عارف ايه، فالدنيا الله متسهله. الله ينور عليك. اذا لقيتها متسهله هنا تخاف. وهذا الكلام مكتوب في القرآن بالظبط زي ما احنا بنقوله، لانه اذا كان ربنا غضبان على الانسان سهل له الحرام وخلاه يرتاح اثناء ادائه للحرام. اما اذا كان ربنا حبك فيخليك في كده شوكة عمالة بتشوكك عشان ما تعملش الغلط. هو عايزك تراجع، هو عايزك، دي علامة على محبته ليك. بسم الله الرحمن الرحيم. دي مجال بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. ليه؟ يعني قبلينا جالهم ضيق النفس والمشاكل والابتلاءات فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني رجعوا، يعني قالوا يا رب الأزمة اللي عديت بيها يا رب خرجني منها، يا رب أنا مش عايز، لو في حاجة غلط يا رب أنا مش هعملها تاني. فيجي يقول لي لا ده أنا أصحابي عندهم نفس الذنب وعايشين ومرتاحين. أقول له تكملة الآية: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يقول لك ايه المشكلة؟ عشان يتمادوا بالظبط، ايه المشكلة؟ وهنا غضب ربنا يجي، والغضب يعمل ايه؟ انت مش هيحصل لك حاجة في الدنيا، انت هتعيش، وللأسف هتتفتح لك، بدل ما يعني مش بقى هتبقى مقفول، لا بالعكس القفلة تطمنك،